ظلينا محاصرين لهاي الفترة 7 أيام، ما خلينا واحد ما خاطبنا. خاطبنا الوزراء، خاطبنا كل واحد ناشدنا واتصلنا وياه، وعندنا ولد هنا اتصالات وياهم، وفلان وزير وفلان وزير وفلان. عتاد بطيارة جيبوا لنا أرزاق، جيبوا لنا. جام تجي الطيارة تذب الأرزاق، وين تذب الأرزاق؟ الأرزاق تطيح على جهة العدو. قصة أخرى قريبة من هذه القصة بطلها حيدر صديق هادي الذي لم تتمكن القوة التي جاءت لفك الحصار عنهم من إنقاذه، ليترك هو و20 آخرون فريسة سهلة لإرهابي داعش، لكنه لم يستسلم، فأجاد التخفي ليومين بليلهن ونهارهن، مختبئا بين أحراش القصب ومياهها الضحلة، لا يظهر إلا أنفه للتنفس، بينما يحوم القاتلون حوله لا تفصلهم عنه إلا أشبار، حتى يئسوا منه ليستمر زاحفا نحو الحياة، ليصل إلى أقرب الوحدات العسكرية، وليأذن لأمه أن تعلق راياتها البيضاء المعفرة بالحناء على عتبة الدار فرحا بسلامته. اجونهم طبعا وشيتوا علي، انا مسافه عنهم ماكو حتى متر، انا خليت غطيت راسي، خليت بس خشمه اشتم بيه هواء، لان قريبين علي كلش، واسمع حكي والله حكيهم ما اعرفه، يعني رطين بيناتهم، ازيد الحكي ما اعرفه مالتهم. هاي طبعا من ايسوا تقريبا ساعتين ما يحجون، بس يفترون داير ما دايري. الحمد لله اجت طياره طبعا ضربت يمي مسافه عني، من ضرباتها صارت بالماء، طبعا هي لو بالقاع انا مقتول، بس ضرباتها بالماء صارت. من ضربت الطياره وصوت مالت استغليت هاي الفرصه بعدت عنهم شوي. 150 مقاتل احنا، شلون توزعهم على 3 عجلات ما اعرف. اللي اخذ موضع وانحاصر، واكو ناس نزلت بالبزل، واكو ناس نزلت اكو قصب اللي من ضمنهم